إذن تشرفنا هذا اليوم بإبرام اتفاقية تعاون بين قطاع التربية لولاية وهران مع الكشافة الإسلامية محافظة ولاية وهران. اتفاقية تخص اتفاقية شراكة بين القطاع والمحافظة. أولا الهدف منها هو السماح للكشافة بنشاط داخل الوسط المدرسي عبر مؤسسة تربوية، وإتاحة فضاءات يعني مختلف المؤسسات التربوية تحت التصرف للأفواج الكشفية للنشاط مع أبناء التلاميذ في إطار يعني إطار هادف، في إطار تربوي يخص يعني أبناء التلاميذ. فتعلمون أن الكشافة الإسلامية يعني توجهها معروف يعني ونشاطها التربوي والاجتماعي معروف، فأكيد سيكون لذلك أثرا في تنشيط الوسط المدرسي بمختلف النشاطات التربوية الهادفة. ستكون إضافة لمختلف النشاطات اللي نقوم بها احنا كقطاع تربية بمؤسسة تربوية، سواء تعلقت بنشاطات ثقافية وعلمية ورياضية. تشرف اليوم على مستوى محافظة وهران للكشافة الإسلامية الجزائرية بعقد هذه الاتفاقية مع مديرية التربية لولاية وهران ممثلة في الشخص السيد المدير المحترم. هذه الاتفاقية في الحقيقة اللي جات في توصيات على مستوى القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية ووزارة التربية الوطنية لفتح فضاءات والمؤسسات التربوية للكشافة الإسلامية الجزائرية في النشاط داخل المؤسسة التربوية وتقديم البرامج الكشفية المعروفة من خلال مسارها التربوي والوطني. الأكيد هذه الاتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي يعني، ونحن نعتبر أنفسنا مكملين للعمل التربوي التي تقوم به المؤسسة التربوية ومديرية التربية حتى نساهم في تنمية مهارات وقدرات أبنائنا وبناتنا على مستوى المؤسسات التربوية. هذه الاتفاقية بالنسبة لنا هي اتفاقية مهمة، وشغل بالنسبة لنا مهمة لأنها سيكون لها الأثر الإيجابي لدى الأبناء والبنات، وأيضا للعمل الكشفي في تقديم برامج متميزة بالتعاون مع مديرية التربية لولاية وهران. في هذه المناسبة وباسم الأسرة الكشفية لولاية وهران أشكر السيد مدير التربية على إتاحة لنا هذه الفرصة وعلى هذا العمل المشترك الذي يجمعنا بمديرية التربية على مستوى وهران يعني منذ سنوات، من خلال العمل المشترك وفي تجسيد الكثير من البرامج على مستوى المحلي.